دراسة علمية تحسم الجدل حول الساعة الإضافية، مكسب اقتصادي محدود مقابل كلفة صحية واجتماعية ونفسية باهظة. في خضم الجدل المتجدد كل سنة حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، كشفت دراسة علمية حديثة عن معطيات مثيرة تعيد النقاش إلى الواجهة، بعدما خلصت إلى أن المكاسب الاقتصادية المعلنة تبقى محدودة مقابل كلفة صحية واجتماعية ونفسية وصفتها بالمرتفعة على المدى المتوسط والبعيد. الدراسة التي أنجزها فريق من الباحثين المتخصصين في اقتصاد الطاقة وعلوم النوم والصحة العامة اعتمدت على تحليل بيانات امتدت لعدة سنوات في عدد من الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي بشكل دائم أو موسمي، وركز الباحثون على قياس تأثير تغيير الساعة على الإنتاجية، استهلاك الطاقة، الصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى الانعكاسات الاجتماعية على الأسر والتمدرس. ووفق خلاصات التقرير، فإن الوفر الطاقي الذي يقدم عادة كأحد أبرز مبررات اعتماد الساعة الإضافية لا يتجاوز نسباً محدودة، خصوصاً في ظل تغير أنماط الاستهلاك واعتماد الإنارة المقتصدة للطاقة. وأكدت الدراسة أن التحولات في سلوك الاستهلاك اليومي، خاصة مع انتشار الأجهزة الإلكترونية والعمل عن بعد، قلصت الفارق الذي كانت تحققه الدول في السابق عند تمديد التوقيت. أما على المستوى الاقتصادي، فأشارت النتائج إلى أن بعض القطاعات قد تستفيد نسبياً من طول الفترة المسائية، مثل التجارة والترفيه، غير أن هذه الاستفادة تبقى ظرفية ولا تنعكس بشكل مباشر على النمو العام أو على القدرة الشرائية للمواطنين. في المقابل، سجل الباحثون تراجعاً طفيفاً في الإنتاجية خلال الأسابيع الأولى من كل تغيير في الساعة، نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية لدى فئات واسعة من الموظفين والتلاميذ. الشق الصحي كان الأكثر إثارة في الدراسة، حيث أكدت المعطيات وجود ارتباط بين تغيير التوقيت وارتفاع معدلات اضطرابات النوم، خاصة لدى الأطفال والمراهقين. كما تم تسجيل زيادة في مستويات التوتر والقلق خلال الفترات التي تلي الانتقال إلى التوقيت الجديد، إلى جانب ارتفاع طفيف في حوادث السير وحوادث الشغل في الأيام الأولى من التغيير. وأوضح الباحثون أن جسم الإنسان يعمل وفق ساعة بيولوجية دقيقة، وأي تغيير مفاجئ في مواعيد الاستيقاظ والنوم يخلق حالة من الخلل المؤقت قد تستمر لأسابيع لدى بعض الأشخاص، خصوصاً من يعانون مسبقاً من مشاكل في النوم أو أمراض مزمنة. كما أشاروا إلى أن الأطفال في سن التمدرس يتأثرون بشكل أكبر بسبب اضطرارهم للاستيقاظ في ساعات مبكرة تكون فيها أجسامهم غير مهيئة للنشاط. وعلى المستوى الاجتماعي، رصدت الدراسة تزايد شكاوى الأسر المرتبطة بصعوبة التوفيق بين أوقات العمل والدراسة، خاصة في فصل الشتاء حين يكون الظلام سائدا في الساعات الصباح الأولى. وأبرزت أن الإحساس العام بعدم الارتياح في فترات تغيير الساعة قد ينعكس على المزاج العام وعلى جودة الحياة اليومية. الدراسة لم تذهب إلى حد الدعوة الصريحة إلى إلغاء الساعة الإضافية، لكنها أوصت بضرورة إجراء تقييم شامل ومستقل يستند إلى معطيات محلية دقيقة بدل الاكتفاء بتجارب دول أخرى. كما شددت على أهمية إشراك خبراء الصحة وعلم النفس والاجتماع إلى جانب الاقتصاديين في أي قرار مرتبط بالتوقيت الرسمي. في السياق ذاته، يرى عدد من المختصين أن النقاش حول الساعة الإضافية لم يعد تقنياً فقط، بل أصبح يمس نمط العيش اليومي للمواطنين، ما يفرض مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين المصلحة الاقتصادية وجودة الحياة. وبين من يعتبر الساعة الإضافية خياراً استراتيجياً لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتسهيل المعاملات الدولية، ومن يرى فيها عبئاً يومياً يثقل كاهل الأسر والتلاميذ والموظفين، يبقى الجدل مفتوحاً في انتظار معطيات رسمية دقيقة تحسم الكلفة الحقيقية مقابل المكاسب الفعلية.
إلى ذلك، تؤكد الدراسة أن أي قرار مستقبلي بشأن التوقيت ينبغي أن يضع صحة الإنسان في صلب الأولويات، معتبرة أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق على حساب التوازن النفسي والاجتماعي للمجتمع. ويبقى السؤال مطروحاً: هل آن الأوان لإعادة تقييم تجربة الساعة الإضافية بشكل شامل وشفاف، أم أن الاعتبارات الاقتصادية ستظل هي الحسم النهائي في هذا الملف الذي يتجدد كل عام؟